رحلة البحث عن الكنز في عصور قديمة من الزمن. كان هناك شاب شجاع يدعى علي، يحلم بالمغامرة واكتشاف الكنوز الضائعة في عمق. ازيكم عاملين ايه؟ انا عز محمد، ومتنساش تصلي على سيدنا محمد وتدعي لاهل فلسطين. والشرح بتاعنا هو عمل انيميشن النهارده بالذكاء الصناعي قصصي. هنعمل محتوى قصصي بالذكاء الصناعي من حيث الفويس وكمان الصور، ونبدأ ان احنا نتربح من الموضوع دوت على اليوتيوب او الفيس. والمحتوى ده فيرير جدا شغال على فيسبوك بنظام انت بتحكي قصة، فالناس بتحب الكلام دوت. اول حاجه تحتاجها هو ليناردو دوت اي اي. هتعمل الكلام دوت، هتعمل اكونت من تمبي ميل، هتسجل عادي من تمبي ميل، هيفتح لك الويب سايت. الاكونت بتاعك هيكون فيه 150 كريدت. تبدأ ان انت تديله الوصف اللي انت عايزه. انا مثلا اخترت راجل عجوز بملابس عربية. هبدأ ان انا اخد الكلام دوت واعمل منه حاجة. انا خدت هنا الصور ديت استعملتها خلاص، حفظتها عندي. طيب انا عايز اخلي الراجل بقه يتحرك. عندي بيكا لابس. ممكن تسجل عن طريق ديسكورد او تدخل هنا على الموقع هنا بيتيح لك ان انت تحرك بقه عن طريق ان انت ترفع هنا الصورة بتاعتك. رفعت الصورة بتاعتك، بتقول له هنا ليب سانس. هتحط هنا اي حاجة مهمة عشان بس ان هو يتكلم، انت مش هتحتاج منه اي حاجة تاني. وتقول له generate فيديو، وتقول له attention continue and generate. بس انت كده خلاص بدأ ان هو Hi, how are يتحرك. you? هتبقى زي كده. وبعد ما تخلص هتحفظ الفيديو في الملف عندك على جنب. وهتخش على شات جي بي تي وتقول له انا عايز قصة، اكتب لي قصة. فابدأ ان هو يكتب لك القصة بتاعتك. خلصت خدت القصة بتاعتك من شات جي بي تي، هتحفظ هنا كوبي وتروح على موقع 11 لابس. هتسجل بيه على تمبي ميل والموقع يفتح معاك. هتحط هنا الستوري بتاعتك وتختار الفويس اوفر اللي احنا عملناها. بعد ما تختار الفويس اوفر بتختار فويس اوفر من خلال الفويس، وتروح على فويس لايبرري وتخش هنا على كاركتر اند انيميشن وتشوف الصوت المناسب للشخصية اللي انت عملتها. وبعد ما خلاص انت اخترت الشخصية اللي انت عملتها وخدت الصوت وعملت الفويس، تبدأ ان انت تحمل الفويس دوت وتخليه عندك. وبعد هنا ما تخلص عايز تعمل الانترو، ممكن تدخل هنا على الويب سايت دوت، هيسيبولك في تليجرام. تقدر انت تخش عليه وتكريت ستوري من هنا، تديله مثلا الوصف دوت او اي وصف حسب بقى القصة اللي انت هتعملها. وتقول له هنا كرتون، وتحط هنا في السيستم 6 صفح. في كل مرة هيخلص أول صفحة تقول له اعمل لي صفحة تانية. هتختار هنا مثلا عدد التقسيمة بتاعة الكوميكس. عايز هنا كابشن، يحط كابشن عليها. هتقول له هنا يلا بينا. هتستنى شوية هيعمل لك الصورة. طبعا لما هتخلص ال6 صور هتقول له تحميل، هيحملها لك على PDF. طبعا انت ممكن هنا تختار الستايل بتاعك اللي انت عايزه. بس هو حاطط كابشن على الصورة، ممكن انت تغير الكابشن دوت وانت لسه في الموقع، فدي حاجة كويسة تقدر انت تستخدمها.
أنا هنا عملت صور عشان اختصارا للوقت. بعد أنا ما خلصت بدوس سيف PDF، يبدأ إن هو يحمل لي الPDF في ال6 صور. اللي هنا بدوس هنا على Edit Page 2 تحت هنا بيديني بيديني كوميكس تانية وبيحطها لي في الPDF. بعد ما احط الPDF اروح على اي موقع بيحول الPDF للصور واقول له هنا حول لي الPDF دوت لمجموعة صور. هيبدأ ان هو يحملها لي ويديها لي على ملف مضغوط. افك الضغط هيبقى عندي بالمنظر دوت. بعدل بس هنا بدوس هنا على تعديل الصور واقص الزيادات واخلي الصورة عندي بالشكل ده. وبعد هنا ما اخلص وخدت الفويس وخدت كل حاجة، ببدأ ان انا اعمل الانترو بتاعي. اول حاجة هتجيب لون احمر، خلفية باللون الاحمر، وهتجيب الصوت بتاعتك تحطها على كنفة بالمنظر ده. هتدوس هنا على العناصر وتقول له هنا شبكات، وتختار شبكة العرض بتاعت الصوت بتاعتك، وتحمل الصور بتاعتك اللي انت خلصتها وتظبط التفاصيل بتاعتها. وزي ما انت شايف كده خلاص خلصت، وادوس سيف واحملها. تبدأ عندك اللي هي الصور هتبقى بالمنظر ده. رحلة البحث عن الكنز. زي ما انت شفت انا هنا حطيت كي فريم وقعدت العب عملت حركات، غيرت السكيل بتاعتي، صغرت شوية كبرت شوية، وابدأ ان انا اظبط السكيلز واحط هنا الاسم بتاعي وعملت له انيميشن وحطيت افكت عادي جدا وخلصت. بعد ما اخلص انا حطيت الصورة بتاعتي ان انا حولتها كنز في بالكلام، خليتها تتحرك. طب في عندي طريقة تانية، عندي الطريقة ديت، ده برنامج اسمه بلاتيجون، بتسجل فيه عادي بإيميل، ويبدأ إن هو أنت تحط الشخصية بتاعتك، بتعمل الشخصية بتاعتك وتحملها. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة احنا عندنا قصة. طبعا البرنامج بيلقط بالمايك، شغال بالمايك، او تحط له الملف الفويس اللي انت عملته ويبدأ ان هو يحط لك الشخصية بتاعتك، بتخليها بتتكلم على خلفية خضراء او على مشهد زي ما انت عايز. البرنامج اهو انا مسجل فيه بموقع تيمبي ميل، بيديني يوم فري. طبعا في كل يوم بيخلص انا بعمل اكونت جديد، المشاريع اللي عندي بتبقى لسه موجودة عندي على الكمبيوتر. ده البروجكت. قبل ما يخلص نسمع الفويس ونشوف احنا البحث عملنا عن ازاي. الكنز في عصور قديمة من الزمن، كان هناك شاب شجاع يدعى علي يحلم بالمغامرة واكتشاف الكنوز الضائعة في عمق البحار. الجزء الأول، بداية المغامرة، تبدأ القصة في قرية ساحلية هادئة حيث يعيش علي مع عائلته. يوم مشمس في ميناء البلدة، وقرر طبعا احنا هنا عملنا الصور ديت، عملنا لها كي فريم وبدأنا ان احنا نحركها، لان ده مش المقاس بتاعها. المقاس بتاعها بيكون بالشكل اللي انتوا شفتوه طولي، بس احنا علي أخيرا ضفناها. الانطلاق في رحلته المذهلة.
يرتدي معطفه الجلدي الممزق ويحمل خريطة الكنز التي ورثها من جده البحار. يتوجه إلى سفينته الخشبية الصغيرة التي يحتفظ بها في الرصيف، ويبدأ الإبحار في أعماق البحار. الجزء الثاني: التحديات في هنقفل البرنامج ونفتحه تاني. هنا بقى كده جرين سكرين. عايز انا مشهد تاني، بختار المشهد بتاعي التاني. عندي مشاهد كتير قوي ممكن استخدمها. هنا المشاهد اللي هي بتاعت الخضراء والباك جراوند. عندي هنا مشاهد تانية. في عندي هنا كذا حاجة ممكن تستخدمها. مشاهد عربيات، ممكن تحط شخصيتين مع بعض. يعني الموضوع سهل. بختار الشخصية بتاعتي. أنا كريت الشخصية الصعيدية ديت على الوجه الكبير وبتاع، وبدوس هنا بختار الشخصية وبدوس على علامة الميكروفون، وبدوس هنا الميكروفون لو أنا هتكلم. تيست 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 تيست. زي ما انت شايف هو بيسجل الكلام وبيحرك الشخصية بقها، فهيفيدك جدا. أو ترفع الفويس بتاعك وتدوس كده خلاص هو ارتفع لو شغال. رحلة البحث عن الكنز في عصور قديمة من الزمن. كان هناك شاب شجاع يدعى. تمام كده. هو هنا كده خلاص. انت هنا بتدوس ريندر، هيبدأ انت تختار الجودة بتاعت الفيديو وتدوس يا اما عايزها بالسبتايتل او لا. طريق. فزي ما انت شايف احنا هنا خلاص قرأ. لو انت عندك صور كتير، عملت صور كتير، فبتبدأ ان انت تحطها هنا ورا بعض كده. ممكن نحط ايفكت، مثلا الايفكت دوت. تحتوي على الكنز الضائع. التأثير بتاعه. يواجه مواجهة حاسمة مع حراس الكنز، وينجح في التغلب عليهم والوصول إلى الكنز المنشود. يتمكن من حل الألغاز والفخاخ، وأخيرا يجد الكنز الذي طالما حلم به. الجزء الرابع: العودة إلى الوطن. تمام كده. نبدأ اللي هنعمل كابشن. هنختار هنا اوتو كابشن. هنا عندي بيقول لي this video generate auto caption. وعندي هنا في البرو اللي هو يدبلج الكلام، يحوله مثلا لو انت الفويس ده بالعربي انت عايزه كابشن بالانجلش، ان هو يعمله ترانسليت على طول. فانا مش عايزها. يبدأ ان هو يعمل جنريت. خلاص عمل لي الجنريت بتاعي. رحلة البحث عن الكنز في عصور نزل هنا. يبقى احنا نغير بقى فيه. عندي هنا كذا حاجة ممكن استخدمها. قديمة من الزمن. كان هناك شاب شجاع يدعى علي. الكنز في عصور قديمة من الزمن. كان هناك شاب شجاع يدعى علي، يحلم بالمغامرة واكتشاف الكنوز الضائعة في عمق البحار. الجزء الأول: بداية المغامرة. تبدأ القصة في قرية ساحلية هادئة، حيث يعيش علي مع عائلته. يوم مشمس في ميناء البلدة،
وقرر علي أخيرا الانطلاق في رحلته المذهلة. يرتدي معطفه الجلدي الممزق ويحمل خريطة الكنز التي ورثها من جده البحار. كده انت عملت محتوى قصصي في يعني كل حاجة بالاي اي، انت ما استخدمتش حاجات كتير محتاجة جهاز. الكاب كات من على موبايلك تقدر تستخدمه، الكانفا من على موبايلك تقدر انت تستخدمه. البرنامج ده بس هو اللي شغال بالاي اي، شغال على الكمبيوتر اللي هو بلاتيكور. بلاتيكور دوت لو هو موجود على الموبايل فانت مش هتعرف تستخدمه غير لما تدفع $5 عشان يجيب لك كل المشاهد اللي انت شفتها ديت. ف يعني ممكن لو هو لسه على موجود يعني موجود على الويب سايت بتاعهم فري زي ما هو، فدي حاجة كويسة انت تقدر تستخدمه. عندك الويب سايت دوت ده بيعمل الكوميكس. هنا عندك كذا ستايل، ممكن تختار الستايل المصري، يجيب لك الستايل المصري بس أنا ما عجبنيش. هنا بتدخل الايميل بتاعك والباسورد عشان يبدأ ان هو يفتح. وبس كده، ده شرح النهاردة. ما تنساش تشوف الوصف، هتلاقي فيه لينك التليجرام ولينك الفيس والانستا، وهتلاقي اللينكات على تليجرام. ما تنساش ان انت تعمل لنا فولو، ولو انت لسه ما اشتركتش معانا في القناة اعمل لنا سبسكرايب. وما تنساش في فيديوهات تانية جاية. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون ازاي ترفع الفيديو على اليوتيوب وتهيئه سيو عشان يبقى محركات البحث تجيب لك فيوهات من خلال السيرش او التاج اللي انت هتحطها. في برامج هتساعدنا زي برامج ماركتنج بلاستر، اداة زي الفيديو كيو. طبعا الحاجات دي كلها متوفرة على عند دكتور فرفر مجاني. انت تخش دلوقتي على الهاشتاج بتاع دكتور فرفر وتتابع البرامج والشروحات اللي بتنزل عليه. لو في اي استفسار طبعا في جروب للتليجرام هتلاقي اللينك، هتلاقي فيه قسم الاستفسارات، تقدر تسيب رسالتك هنرد عليك. في عندك حسابات كانفا بريميوم. طبعا انت لو بدأت ان انت عايز تشتغل وعايز حاجة تساعدك زي كانفا كلمني وانا هبعت لك حساب على التليجرام. بس كده اشوفكم ان شاء الله كمان يومين او 3. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش ان انتوا تبقوا اهل فلسطين وصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.